الفيديو ده انتشر الفترة اللي فاتت دي، وأقل ما يقال عليه إن هو فيديو مجزز ومقرف. أهو ده بقى مشهد يخلي الواحد يغلي من جواه، لراجل عامل فيها شيخ ومربي دقنه من المنصورة، والدين والشرع بريء منه. بيدعي إن هو بيخرج الجن من الست دي، وهو في الحقيقة بيتحرش بيها في أماكن معفة للشرف، وأماكن ما ينفعش إن هو يحط إيده فيها، وما ينفعش إن هو يلمسها أصلا. طريقة بجد يشمئز منها النفوس. أنا نفسي أفهم، هو أنت بتعمل إيه يا عم؟ ده متحرش اللي بتستغل جهل الناس. الجن الحقيقي هو انت، ولكن انت مجسد في جسد انسان. انت الشيطان بعينه، اقسم بالله. المشهد ده بقى بيورينا ان واحده نايمه على ظهرها، وهو نازل تحرش فيها عيني عينك قدام الناس وقدام اهلها وقدام كل الدنيا، ويقول له اخرج اخرج. مفيش شيخ بيعرف ربنا بيقول قال الله وقال الرسول بيمد ايده على حرمه زي دي، او يستطيع ان هو يلمس حرمه زي دي بحجه ان هو بيخرج الجن من عليها. اذا شفيتم فشفيتم بالقران. القران موجود، ومفيش اي دين ولا اي شرع يقول لك ان انت تودي مراتك لواحد دجال عشان خاطر يلمسها ويتحرش بيها بالمنظر ده قدام عينيك، وانت واقف. فين الرجوله وفين النخوه وفين الشهامه بتاعتك؟ والله العظيم ما عارف. اي شيء، اي مس، اي جن، اي شيء يلبس الانسان هو بيخرج بالقران. سوره البقره جباره للحاجات دي، وسوره البقره كلنا عارفين ان هي حارقه للجن وللشياطين. فما تروحش ان انت تودي مراتك بحجه ان هي مريضه لابسها جن ولا لابسها عفريت، تروح توديها لواحد متحرش زي ده يفضل يلعب فيها في كل حته، ويفضل يحط ايده في كل حته، ويفضل الاماكن المعفيه، الاماكن اصلا اللي ما ينفعش يمد ايده فيها بيمد ايده فيها وبيلعب فيها بالمنظر ده، بحجه ان هو بيطلع الجن من عليها ويقول له اخرج اخرج. مفيش حاجه في الدين تقبل كده. السؤال بقى اللي يوجع اكتر من فعل الدجال ده نفسه، هم فين اهل الست دي من اللي بيحصل قدام عينهم ده؟ يعني هو راجل فين؟ ابوها، امها، اختها، اخوها فين ان هو يقبل الكلام ده؟ وحاجه توجع البطن، وحاجه توجع القلب، وحاجه توجع كل حاجه. ازاي تقبل ان مراتك اصلا تنام كده بالمنظر ده قدام واحد زي ده ويدعي ان هو شيخ؟ مفيش شيخ في الدنيا يقبل بحاجه زي كده. مفيش شيخ يعرف ربنا يقبل ان هو يلمس واحده. وازاي اصلا اهل الست دي قابلين ان هو يحصل فيها كده ويتحرش بقى بالمنظر ده؟ ازاي واحد غريب لا يعرفه ولا يعرفهم، وازاي تنام قدامه بالمنظر ده ويتحرش بقى بالشكل ده بحجه ان هو بيخرج الجن ويقول له اطلع اطلع؟ هختم بقى كلامي بموقف حصل بسيدنا سعد بن عباده رضي الله عنه، لما راح تزوج وتزفت زوجته على الحصان واراد ان يقتل الحصان، فسالها الصحابه لماذا تفعل هذا؟ قال لك الغيره. قال لك ما ينفعش ان في راجل تاني يجي يركب على الحصان مكان ما زوجتي كانت راكبه عليه. هي دي الغيره، وهي دي النخوه، وهي دي الرجوله. اين راحت الرجوله في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده؟ اقسم بالله ما احنا عارفين. الشهامه والرجوله والنخوه، النخوه يا جماعه، النخوه اللي ضاعت في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده اقسم بالله احنا ما عارفين. لدرجه ان واحد عادي ممكن يودي مراته لراجل دجال، راجل غريب عنه، وتنام قدامه بالمنظر ده ويتحرش بقى بالمنظر ده بحجه